جوجل ماب لقات واحد المشكل كبير ما بين المغرب واسبانيا، بحيث انه بينات انه الاراضي المغربيه اللي هي ثابته ومليليه اللي حاليا مستعمرين من عند اسبانيا بخطوط متقطعه، يعني كاين فيهم نزاع. اسبانيا ما عجباش الحال ودارت تقارير ودارت بزاف ديال الشكايات على قبل هاد القضيه هادي. المغرب جالس كيتسنى وكيتفرج من بعيد، ومورها خرجت جريده اسبانيا وقالت بانه اذا بقى المغرب غادي بهاد الطريقه هادي ديال الدبلوماسيه اللي غادي فيها حاليا قبل من 2032 سبته ومليليه ما تبقاوش تعتبروهم اسبانيا. هذا الموضوع حساس لواحد درجه كبيره وكيهم اي مواطن مغربي بالاساس، حيث انه هادو اراضي مغربيه ومحتلين من واحد المده كبيره بزاف، وخاصنا حاليا نلقاو اي طريق باش نرجعوه. فدابا السؤال هنايا كيفاش المغرب غادي يرجع اراضي ديالو قبل من سنه 2032؟ واش هاد شي حقيقه ولا واحد الوهم اللي جديد؟ خليك معنا حتى الاخر الفيديو حيت تخرج فاهم كل شيء، وبارطاجي هذا الفيديو هذا مع اي واحد كتعرفه، بحيث هذا الفيديو هذا كيهم الارض المغربيه. تقدر تفرط في اي حاجه الى الوطنيه والاراضي ديالك. فمتى دير معك سبسكرايب لاكتيف في اليوتيوب، حنا حاليا 54000 يلا نطلعوا 59000. فولو لاكتيف فيسبوك، لايك اذا عجبك الفيديو، كومونتي لتحت شنو باغي تشوف في الفيديوهات اللي جايين. انا سميتي احمد كرموم وهذه الناكس بالدارجه. يلا نبدا. إسبانيا استعمرت سبتة سنة 1580 ومليلية سنة 1487، يعني قرون دابا دازت وهما تحت الاستعمار الإسباني. هذا الاحتلال هذا ما كانش عشوائي بالمرة، وإنما كانت مراه واحد المخططات كبيرة باش إسبانيا تحط واحد الرجل في إفريقيا. المغرب في ذيك الوقت كان كيعاني بزاف من حالة ديال التفكك الداخلي اللي كانت ناتجة على النزاعات اللي كانوا كيوقعوا في ذيك الوقت بين السلالات الحاكمة وزيد القوى الاستعمارية. وانا كنهضروا البرتغال، فرنسا، اسبانيا. فكان المغرب في ذيك الوقت غادي بمثال ديال نعيش باش نحارب مرة أخرى. سنة 1767 اسبانيا اعترفت بأن المغرب عنده السيادة على بزاف المناطق الشمالية، ولكن أبقت على احتلال سبته ومليلية حتى لدابا. في ذيك الفترة بالضبط كانت الدول الأوروبية كاملة كتركز على أنها تدخل قارة إفريقيا، واسبانيا كانت كتركز على الموانئ أكثر، فهي بغات الموانئ باش انها تحل واحد الباب جديد للتجاره في افريقيا. وداكشي علاش كنهضروا على سبته ومليليه. دابا ندوزو لاهم فقره في الحلقه كامله، واش استراتيجيه ديال السياده المشتركه ما بين المغرب واسبانيا في سبته ومليليه واش مزيانه ولا ما مزياناش المغرب؟ الدكتور تاج الدين الحسيني اكد وقال بانه هاد السياسه هذه راه ماشي جديده، راه ديجا الملك الحسن الثاني اقترحها بزاف ديال المرات باش انه يديروا واحد التسويه ما بين البلدين في اصل المدينتين باش يحلوا المشكل من بعد. نتوخاو هذا حتى ما نمشيوش الى اصطدام عسكري مع الدوله الاسبانيه اللي تجمعنا وإياها روابط قديمة وتقليدية من الصلاة. هادشي هذا كيثبت بأنه المغرب كان كيستعمل حلول دبلوماسية باش يرجع الأراضي ديالو، وأكبر دليل على هادشي المغرب بهاد الطريقة هادي قدر يرجع المناطق الشمالية سنة 1956 بعد الاستقلال بالضبط. من تما منطقة سيدي إفني سنة 1958 بعد واحد المفاوضات مع اسبانيا، وأخيرا استرجاع الصحراء المغربية سنة 1975. وراه ماشي فقط المغرب اللي غادي بهالطريقه، هذه تعتبر من احسن طرق لاسترجاع الاراضي وتجنبا لاي حرب. ما كيهمش الجيش المغربي واش صحيح، ما كيهمش الجيش الاسباني واش صحيح، في الاخر الحرب غادي الشعبين بجوج والبلدين بجوج. نعطيكم اكبر مثال، واحد من اقوى الدول حاليا في العالم اذا ما كانتش كتصنف هي الاولى واللي هي الصين. فراه هونغ كونغ كامله مشات من عند الصين وولات اراضي محتله بريطانيا. واش هذا الشيء هذا كيعني بانه الصين ما عندهاش واحد الجيش تنوض تحارب بريطانيا؟ بل الصين لو افتعلت واحد الحرب مع بريطانيا يمكن بريطانيا ما تبقاش صابره حتى 24 ساعه فقط وتكون مسحات بريطانيا على وجه الارض. ولكن عكس ما تنوض الحرب تم عقد واحد الاتفاق بين البلدين سنة 1984. الاتفاق كانت فيه واحد فترة انتقالية حتى سنة 1997 وحكم ذاتي حتى 2047. هذا المثال غيبين لك كيفاش انه الدبلوماسية كتكون ناجحة على المدى الطويل. سنة 1999 الصين خدات ماكاو من عند البرتغال عند نفس الطريقة بنفس الدبلوماسية. ماشي فقط غير الصين، راه بزاف ديال الدول كيتبعوا هذا المنهج، وداك الشيء علاش الجلالة الملك الحسن الثاني حتى هو قرر يمشي بنفس المنهج. وداك الشيء علاش الدكتور الحسيني كيشوف بانه الطريقه هذه احسن طريقه للمغرب واسبانيا في حل المشكل من المدينتين. دابا السؤال هنايا، ها هي كانت واحد
السياده مشتركه ما بين المغرب واسبانيا على سبته ومليليه. اشنو غيستافد المغرب من هذا الشيء كامل؟ السياده المشتركه بين البلدين هي اول خطوه في استرجاع الاراضي ديالك كامله، ولكن فقط اذا تم الاداره ديالها بواحد الشكل صحيح. الدبلوماسيه اللي عندنا حنايا في المغرب الصراحه من اعلى المستويات اللي تقدر تشوفها عالميا. كيعرفوا يخططوا مزيان، كيعرفوا يبلانيو وكيطبقوا. هذه الاستراتيجيه تعاوننا بزاف الحاجات. اولا تعزيز العلاقات مع اسبانيا، وهذه حاجه مهمه بزاف الا كنتي باغي تدخل في واحد السياده مشتركه. ثاني حاجه الدعم الدولي، وهنا كنهضروا بالضبط على الاتحاد الاوروبي. ثالث حاجه تخفيف التوترات. اسبانيا حاليا كتشوف بان المغرب غادي في واحد التسلح اللي خيالي بكثر بالميزانيه ديالها قريب يوصل للضعفين، وداخل الحرب الحديثه، يعني اسلحه ما كاينينش عند بزاف ديال البلدان. فهاد التوترات هذه غادي ينقصوا فاش تكون واحد السياده مشتركه ما بين البلدين. السياده الكامله هذه هي الخطوه ديالها الاولى، وغتحتاج واحد المده طبعا، ويكون مفاوضات وبزاف الحاجات اخرين، ولكن في الاول وفي الاخير غادي تكون السياده الكامله اراضي مغربيه. كاين اشكال واحد في هذه القضيه هذه، هي المعارضه الاسبانيه. كاينين بزاف ديال المعارضه الاسبانيه اللي ما باغيش يتفاوضوا في هذا الموضوع اصلا، فهذا يعتبر هو المشكل الوحيد اللي كاين. في النهايه السياده المشتركه هي الطريق الاول والصحيح لاسترجاع الاراضي المغربيه، وهاد جوج المدن المغرب غادي يدخلهم للاراضي ديالو بطريقه سلسه وبدون اي مشاكل. ولكن طبعا خاصكم تعرفوا بانه المغرب ماشي ما باغيش يحارب ولا ما قادش يحارب، فقط يتجنب الحرب. ما كيعنيش بانه ماشي في الاستطاعه ديالو، وانك تخلي الدول الكبيره تنحاز لك بواحد الطريقه سلسه. هذا هو الذكاء. هاد المناطق هذه مغربيه 100%، والمغرب كيأكد على حقوق ديالو على هاد المناطق هادو من العهد الماريني. وطبعا الدول الاوروبيه ما غاديش تخلي سبته ومليليه يرجعوا للمغرب، حيتاش كاملين باغيين هادوك جوج المدن بالضبط باش يقدروا يدخلوا المغرب والقاره الافريقيه بسهوله كبيره بزاف. النزاع ماشي عباره عن حدود فقط، النزاع عباره عن ارث استعماري. 10 سنين الاخرى شفنا واحد تحولات كبيره سياسيه من طرف المغرب، خصوصا بعد الاعتراف الامريكي بسياده المغرب. هذا الاعتراف هذا ماشي فقط كيقول لك بانه الصحراء مغربيه، بل حتى هي واحد بدايه طريق لرجوع سبته ومليليه. المغرب زادت الثقه ديالو في راسو وبدا كيحدد اهداف دبلوماسيه جديده. ولكن السؤال هنايا هو علاش الولايات المتحده الامريكيه كتدعم المغرب؟ شنو غتستافد كاع؟ التحالف مع الولايات المتحده الامريكيه ما جاش من فراغ، براه كانت المغرب اول دوله كتعترف بالولايات المتحده الامريكيه سنه 1777. هاد العلاقات هذه تطورات باش تولي واحد شراكه استراتيجيه، بحيث انه المغرب كيعتبر حاليا واحد الحليف مهم بزاف للولايات المتحده الامريكيه، هو اللي مسيطر على الارهاب في شمال افريقيا وحتى في الاستقرار ديال منطقه شمال افريقيا. التحالف هذا بان بوضوح بعد ما انه الولايات المتحده الامريكيه اعترفت بسياده المغرب على الصحراء المغربيه. كانوا الرؤساء كاملين والملوك ديال الدول الاوروبيه كاملين كيتوجهوا بخطابات الرئيس الامريكي باش انه يسحب الاعتراف ديالو، ولكن مع ذلك بقى حتى لدابا واخا تم تغيير الرئيس. اسبانيا وجهت واحد الخطاب مباشر للرئيس الامريكي في ذيك الوقت، وقالت بانه غتعامل مع الوضع بواحد الشكل مختلف تماما وما غادي يعجب حتى واحد اذا مازال انه الولايات المتحده الامريكيه مازال كتعترف بسياده المغرب على الصحراء المغربيه. حيت في نظرها اذا المغرب حل مشاكل الصحراء المغربيه فراه غادي يمشي وغادي يحل مشاكل سبته ومليليه. والصراحه في هذه القضيه اسبانيا عندها الصح. المغرب حاليا بدا كيبني مستوطنات قريبه لهاد المدينتين بجوج، وبدا كيبني معسكرات قرابين ليهم، وبدا كيدخل واحد من اقوى الاسلحه سنه 2025، واللي غادي نخلي لكم هنايا الفيديوهات ديال الجيش المغربي كاملين باش تاخذوا واحد النظره عامه على قوه الجيش المغربي، بحيث انه وصلت لدرجه انه المغرب ولا كيصرف ميزانيه اكثر من اسبانيا من ناحيه الجيش. في مدى القلق ديال اسبانيا بدا كيزيد. ولكن خاصكم تعرفوا بان الولايات المتحده الامريكيه ما غاديش تعترف بالصحراء المغربيه غير حيت انه المغرب اول واحد اعترف بها، ولكن بزاف ديال المصالح اقتصاديه وسياسيه غادي توقع بيناتهم، خصوصا في الاسلحه، بحيث انه المغرب دخل في صفقات كبيره مع الولايات المتحده الامريكيه وبزاف ديال الحاجات الاخرين، ولا حاليا شريك معها حتى في الصناعه ديال الاسلحه عن طريق بزاف الشركات المغربيه مع
شراكه مع لوكهيد مارتن الامريكيه. يعني ما كيكونش فقط الاعتراف لسبب واحد، وانما خاص تكون بزاف ديال الاسباب مقنعه باش كتخلي هذه العلاقه والتحالف يزيد يقوى. سنه 2019 المغرب دار واحد القرار كان غير مسبوق بالمره، وانه قام بغلق الحدود مع سبته ومليليه. وهذا القرار هذا صدم اسبانيا بالخصوص، تاثرنا به احنا كمغاربه بزاف، خصوصا الناس اللي كانوا كينتعشوا من هذه التجاره هذه ما بين الحدود. ولكن حتى اسبانيا وقعوا عليها بزاف د المشاكل، وكانت نوعا ما واحد الخطه ذكيه. هذه الخطوه هذه اثرت على الاقتصاد ديال المدينتين بجوج، بحيث الايرادات انخفضت لواحد الدرجه كبيره، فرص العمل تقريبا بدات كتنعدم. هنا الحكومه الاسبانيه بدات كتزيد تقلق عاوتاني، حيتاش ما عندهاش كيفاش دير انها تنتعش الاقتصاد ديال ديك المدينه في حاله ما كانوش الحدود مفتوحين. المغرب بعد ما سد الحدود وبدا كيدخل في واحد من اكبر المشاريع، وهنا كنهضروا على القطار فائق السرعه، كنهضروا على 250 مصنع اللي غادي يدخل طنجه تاعك، ما بيناتهم المصنع الكوري والمصنع الصيني ديال صناعه البطاريات، واللي حاليا اصلا بدا في الاشتغال، واللي هو BTR، وبزاف ديال المشاريع اخرى خصوصا في مدينه كازابلانكا، اكادير وطنجه. هذه المشاريع هذه كتخلي الاقتصاد المغربي انه ما يتحاولش يتاثر في حاله مشات منه واحد الحاجه معينه. والمغرب واحد من احسن الدول في تنوع الاقتصاد، حيث انه ما كيركزش على واحد البلد وحده، بل كتلقى داير مشاريع مع الصين، مشاريع مع الولايات المتحده الامريكيه، مشاريع مع اسبانيا، والمشاريع مع فرنسا. فهكا كتخليه واحد من احسن الدول، بحيث انه ما كيتحيز لتا شي طرف. وهذه القضيه هذه غتزيد القوه ديالو وقت النزاع على سبته ومليليه. التحركات الاقتصاديه اللي كيبان لك كيدير المغرب ماشي فقط خطه اقتصاديه بسيطه، بل هي واحد استراتيجيه لاضعاف موقف اسبانيا في سبته ومليليه عبر واحد الحصار كيتسمى الاقتصاد الناعم. بزاف الناس غادي يقول لك وعلاش ما نشدوش الجيش ديالنا وندخلوا بالقوه على هاد الجوج مدن هادو اولا كاع الجزر المحتله اللي عندنا حاليا. خاصك تعرف بانه حل المشاكل ما بين الدول ما كيكونش بهذه الطريقه بتاتا، هذه كتكون اخر طريقه ممكنه، حيت الحرب كيف ما كانت مع دوله قويه او دوله ضعيفه كتكون فيها غير المآسي فقط، بل الناس كتموت، اقتصاد كيهبط، استثمارات ما كيبقاوش يثقوا فيك وكيخرجوا، استقرار ديال البلاد في حد ذاتها كيطيح وكتعطل واحد المده طويله ديال السنوات. فضروري خاصك تكون دبلوماسي، وخاص تكون عندك واحد استراتيجيه، واحد الخطه اللي تحاول ترجع بها داكشي اللي انت بغيتي تاخذه بلا ما دير واحد التاثير كبير على الاقتصاد ديالك، وبلا ما نزيدكم حتى من الاضرار البشريه. الحرب كونوا فيها القتلى بشي ارقام اللي كبيره بزاف، شوف غير الحروب اللي كاينه حاليا وبوحده تعطيك الخبر. بجانب القوه الاقتصاديه اللي عاد هضرنا عليها حاليا، المغرب كيتاخذ واحد الطريق اللي حتى واحد ما كان متوقعه بالمره، واللي كتسمى بالقوه الناعمه في تقويه العلاقه ديالو مع سكان سبته ومليليه. المغرب كيدعم بزاف د المساجد والائمه في هاد جوج المدن، وهذا الشيء اللي كيخلي الروابط الروحيه والدينيه ما بين السكان والمغرب يتقاربوا. المغرب ماشي فقط باغي يسترجع هاد المدن هادو، بل باغي يزرع الهويه المغربيه فيهم كاملين. وهاد القضيه هادي انا شفتها في الصين مع هونغ كونغ. حاليا الصين غادي تاخذ هونغ كونغ رسميا سنه 2030، ولكن حاليا زارع الهويه ديالها في هونغ كونغ، بحيث انا تلقى بزاف ديال الحاجات كيشيروا للصين وسط المدينه. كنت مشيت لهونغ كونغ وتما بزاف الناس ما كيبغيوش ولا ما كيرضاوش يهضروا باللغه الصينيه، بل كيبغيو يهضروا باللغه الانجليزيه. ومع ذلك كتخرج كتلقى كلشي بالصينيه، الشوارع، العلامات، الاوتيل، اي حاجه دخلتي لها كتكون باللغه الصينيه. والصين كتحط الرايه ديالها تمايا اي مؤسسه كاينه تما، باللي كتدل على ان هونغ كونغ تابع للصين، وانه الناس اللي كاينين في هونغ كونغ خاصهم يتقبلوا هذه القضيه هذه قبل ما توصل 2030. نفس القضيه كيدير المغرب. اول حاجه كيحط الهويه ديالو باش حتى فاش كياخذ سبته ومليليه ما كتكونش صدمه للسكان، بحيث توقع واحد الحرب اهليه كبيره بزاف، بل بشويه بشويه الواحد كيولف كيفهم اشنو واقع، كلشي كيتبدل 180 درجه. نسبه المسلمين اللي كاينين حاليا في سبته ومليليه ارتفعت بواحد النسبه اللي كبيره بزاف، فقط بسبب التمويل اللي كان كيديروا جلاله الملك محمد السادس على الائمه والمساجد في هذه المدينتين. دابا بعد ما فهمنا مزيان القصه ديال سبته ومليليه، وفهمنا مزيان بزاف شنو الدوافع الاسبانيه والدوافع المغربيه، اشنا هما السيناريوهات المحتمله واللي ممكن توقع. السيناريو الاول، بزاف الناس والخبراء كيقولوا بانه هذا السيناريو ديال انه سبته ومليليه
الإسماعيلي يرجعوا قبل سنة 2030 بسبب التحولات السياسية الكبيرة اللي وقعت في المغرب. إذا بقى المغرب غادي في هذا النهج اللي غادي فيه هو حاليا بهذه الخطوات المحسوبة والمدروسة وفي وقتها، فراه استرجاع سبته ومليلية غادي تكون غير مسألة وقت فقط لا غير. والسيناريو الثاني كيقول بأنه المعارضة لإسبانيا قوية بزاف وكاينة بزاف القوى داخلية في دولة إسبانيا كترفض التفاوض في هذا الموضوع. أصلا التاريخ كيثبت بأنه القوة الناعمة والدبلوماسية الذكية تستطيع تحقيق مكاسب كبيرة بدون مواجهات عسكرية. فدابا السؤال لكم نتوما، شنو كيبان لكم في الخطوات اللي غادي فيها المغرب؟ واش كتفضلوا هاد الطريقة ديال القوة الناعمة والدبلوماسية الذكية ولا كتفضلوا المواجهة العسكرية؟ نتسنى كاملين الأجوبة ديالكم لتحت في الكومنتير. هذا ما كان، تنساش دير معك سبسكرايب لاكتيف في اليوتيوب، فولو لاكتيف في فيسبوك. تلقاو ان شاء الله فيديو جاي. بسلامة.